أهلا بكم من جديد. حياة بلا تدخين. أسوأ عادة هو أن تتحكم فيك عادة، والتدخين عادة، وإن استطعت التحكم فيها فقد أنقذت حياتك، وإن تحكمت هي فيك فالمؤكد أنك ستعيش مع الأمراض الصدرية والسرطانية، وبالتالي ستكون الوفاة هي النتيجة الحتمية. في مصر في 5 مليون مدخن تقريبا، يموت منهم 160 ألف سنويا، وتحتوي السيجارة الواحدة والتي ربما تكون بين يدك الآن وأنت تشاهدنا على 450 مادة سامة و54 مادة مسببة للسرطان. هذه الأرقام طبقا لمنظمة الصحة العالمية وجهاز شؤون البيئة هنا في مصر. وما دمنا بنتكلم في الأرقام نقول إن في مصر إحنا بنحرق بشرب السيجارة 55 مليون جنيه سنويا. يعني ببساطة السيجارة يعني موت وخراب ديار، وأنت لك الاختيار، إما تتحكم فيها وتنقذ حياتك، أو تتحكم هي فيك ويبقى ما تبقى في حياتك. الليلة معانا في الاستوديو جمعية حياة بلا تدخين، معنا الفنانة حنان ترك، مساء الخير. مساء الخير. ومعنا مؤسسة الجمعية نسرين دبوس، مساء الخير. هبتدي معاك يا نسرين، وفكرة الجمعية ابتدت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي فكرة الجمعية بدأت من حوالي 4 سنين، وبدأنا في الأول نتنبه لوجود خطر يمكن المجتمع استصاغه، اللي هي خطر التدخين وخطر التبغ بشكل عام. وبدأنا يمكن الفكرة بأن احنا حاولنا ان احنا نبدأ الطريق. يمكن انا اقول لحضرتك احنا بقالنا 4 سنين وممكن نستمر سنين واحنا لسه بنحاول في محاربة التبغ او محاربة التدخين. فاحنا بدأنا من حوالي 4 سنين، وبدأنا بمخاطبة باسلوب مختلف نحن ننزل بيه للمدخن عشان نعرف ايه السبب او ايه السر لتمسكه بهذه العادة السيئة اللي يمكن مستصغر الشرر لحاجات كتيرة جدا زي الادمان، وتحولت بعد كده المخدرات، وفي مشاكل كتير قوي. ده حقيقي. يعني بتحصل بسبب السيجارة دي. كل الدراسات بتقول المخدرات بتبدأ بالسيجارة، ده حقيقي. بالظبط. فبدأنا من هنا، بدأنا ان احنا نشوف ايه الدوافع اللي بتخلي الناس، هل هي فعلا بقت عادة في حياتنا، عشان كده بدأت انها تتوغل الينا، وبدأنا خلاص نتكيف عليها. بدأت زي الاكل والشرب، مع العلم ان احنا كل 6 ثواني واحد بيموت بسبب التدخين. وطبعا زي ما حضرتك قلتي الاحصائيات اللي كل الناس عارفاها، قد ايه احنا بنصرف من الفلوس، وقد ايه صحه وانتشار السرطان وحاجات دي وباء يعني المجتمعات كلها بتعاني منه. ومع ذلك احنا استصغناه ان هو عاده في حياتنا، وحطيناها من ضمن العادات اللي احنا تكيفنا معاها. وبدات تخش البيوت، وبدا الاب بيدخن والام بتدخن، بالتالي الاولاد بيطلعوا على هذه الصوره، فبيبقى الجيل اللي جاي كله بيدخن، فاصبحت عاده مستصغره في حياتنا. وده يمكن اللي احنا بدانا نغير، يعني بدايتنا ان احنا بدانا نغير نظره المجتمع تجاه الظاهره من كونها عاده احنا استصغنا اليها لعاده يعني لا يجب الوقوف عندها. وده اللي احنا فعلا بدانا بيه. أنا أرجو طبعا من مشاهدينا من المدخنين إنهم ما يغيروش القناة وما يقولوش صح ولا لا. يقعدوا بيقولوا لنا أنتوا بتنصحونا، أنتوا مالكوا، أنا حر. يعني بيتقال كتير قوي الكلام ده. كمان الصين نزلت لهم علب كده بلاستيك يحطوها على الصورة بتاعة السجاير علشان برضو ما يحسوش بالخطر يعني. طب حنان، أنت إيه اللي خلاكي تنضمي للجمعية؟ والله أنا يمكن قابلت نسرين كانت في إحدى الجامعات، وكنا رايحين علشان بنتكلم عن المخدرات بشكل عام، وكانت هي بتتكلم عن التدخين، وحبيت قوي قوي يعني حماسها وإصرارها على إنها تتكلم في قضية من وجهة نظري كانت قضية كبيرة قوي ومحتاجة جهد كبير جدا. هي محتاجة جهد بالظبط، حقيقة كبير كمان. حقيقي. وهي حبيبتي يعني واخداها على عاتقها، وحاسة انه لا قدامي الامل ان انا حتى لو انا ما كملتش الجيل اللي بعدي هيكمل، حتى لو مش عارفة كذا لا انا هعمل كذا. فحسيت بحماسة منها رهيبة جدا تغري اي بني ادم للاشتراك معها في ثانية، لمجرد ان هو حقيقي مؤمن بالقضية دي، مؤمن جدا. غير ان انا عندي طار بيني وبين التدخين. ده حقيقي. احكي لنا عن الطار ده بقى. انا عندي طار من ابويا الله يرحمه ويحسن الله يرحمه. والدي كان مدخن وتوفاه الله بسبب السجاير. يعني ازمه صدريه. يعني هو يعني عارفه لما يبقى واقف جنبك كده ما فيهوش اي حاجه، وفجاه كحه وشرقه رهيبه جدا وتوفاه الله.
فحسيت انه قد كده انا عندي طار. عندي وانت طار شربتي سجاير؟ انا شربت سجاير فتره من حياتي. امتى اول كبيرة. مره شربتي سجاير؟ كان عندك كام سنه؟ كان عندي مش متذكره، بس يعني 18 مش مثلا زي الايام دي 14 13 بيكونوا بدري؟ لا يمكن عشان انا كمان الباليه والرياضه وكده، فما كانش ده مسموح لي بيه قوي، لانه الاكاديميه والمعهد وكده ما كانش ينفع انه تدخين فيه. طب ولكن مين اللي قدم لك اول سيجاره؟ على ما اظن انه انا اللي بحثت عنها. يعني انا اللي رحت وبحثت عنها وعايزه اشوف الجديد، وكان عالق في ذهني دايما ابدا منظر الايد وهي ماسكه السيجاره. دايما بتبقى شيك وحلوه كده. انا كنت دايما بقول كده، بقول يعني مع حد كان يقول لي يا حنان وصحتك وانت لسه صغيره وبشرتك وانت باليرينا، ازاي قادره تشربي سجاير وانت يعني واحده رياضيه، ازاي قادره؟ ارد عليه واقول له بحبها. انا ما عنديش مشكله معاها، انت ليه عايزني بحبها؟ ايوه الجمل دي احنا بنسمعها طول الوقت جدا. طول الوقت واحنا ماشيين بنسمعها، انه طب وانا في ايه يا جماعه؟ وبعدين انا حر، انا بعمل ده، انا ما باذيش حد. وكلمه ما باذيش حد دي كلمه يعني غلط من الاول للاخر. ده انت بتاخد منها 40% واللي جنبك بياخد 60% منها. فازاي ما بتاذيش حد؟ ده انت ماشي بتاذي خلق الله كلهم اللي حواليك. فلما جيت بقى عايزه اعمل ده، عايزه اقول لك انه الصوره مثلا ما بلاقي في ايد نجمه من النجوم سيجاره، خصوصا افلام زمان كانوا بالظبط. يا سلام ايه الشياكه دي، وايه بصي عامله ازاي. كان ايه العباره الشهيره؟ مش عارفه ايه، امال حطي السيجاره يا امال، ولا مش عارفه ايه امال. مدام فاتن حمامه كان فيلم، وكمال الشناوي. في عباره شهيره انا مش متذكرها، حرقت السيجاره في ايدك يا امال، حاجه كده يعني. كانت من اشهر الجمل في السينما اصلا. بالظبط. فهي فعلا العين لما بتشوف حاجه وشكلها يعني حلو، وكمان ما عليهاش ستريس منها حاجه وحشه، فعلى طول بتعلق معاكي في ذهنك. لما بتوصلي لحاجه معينه، او لو حتى اتحطيتي في موقف معين، على طول بتقومي مولعه علشان انت عايزه تبقي شبه الصوره اللي انت شفتيها. فبحثتي عن سجاير وابتديتي تشربي سجاير. واهلك كانوا عارفين؟ لا وقتها ما كانش والدي عارف. وبعدين لما ابتدوا اهلي يعرفوا، انا عندي اخين ولدين وما بيطيقوش ريحه السجاير. فكان طبعا مأساة فظيعة جدا في البيت، انه ازاي الولاد ما بيشربوش سجاير، وازاي البنت طالعه بتشرب سجاير. يعني ده معادلة غريبة الشكل. طبعا وقتها والدتي ربنا يديها الصحة ويشفيها يا رب، اتهمت والدي انه طول ما هي شايفاك قاعد، وكان كلامها مظبوط. طب انا مثلي، خصوصا البنت ابوها بالظبط. وابويا ده كل حاجه في حياتي. لما عايزه بقى لما اتجوز واحد زي بابا، لما مش زي بابا طبعا. زي بابا، فانا كمان عايزه ابقى زي بابا طبعا. فده طبعا كان حاجه من الحاجات اللي برضو شجعت على انه انا برضو يبقى معايا السيجاره وبدافع عنها دفاع رهيب جدا، لان انا عندي بابا بيشرب سيجاره، فانا لازم اشرب سيجاره عادي جدا، ولو وحشه بابا ما كانش يشربها يعني. ايوه. فلقيت ان معظم الاجيال بيتظلموا بنفس الشكل طبعا. بس